يا حاج باكر، يا حاج باكر، يعني قاعد هنا وساب الدكان الجديد اللي انت فتحته. العيال واقفين فيه الحمد لله، ربنا كرمني وفتحت محل جديد. هو صغير بس مع الوقت صغير ايه يا عم؟ ده مليان جمله ومليان حاجات. الحمد لله مع الوقت والمجهود باذن الله ربنا يكرمنا ويكبر اكتر واكتر. طب انا كنت عندي شويه ظروف كده يا حاج باكر، وكنت مزنوق في قرشين ما حدش يسلكني غيرك بصراحه. وماله انت اخويا يا حاج منعم. والله يا اخي انا مكسوف بس اعمل ايه؟ انت اخويا يا حاج منعم، خد اللي انت عايزه. الله يخليك يا حاج باكر. ماشي ماشي يا حاج منعم، انت اخويا. هتعوز حاجه طيب عشان اروح الناس عليها زينان يا اخي في البيت. سلامتك يا حاج منعم. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، اتفضل. ازيك يا حاج منعم؟ الله يخليك يا حاج باكر. عامل ايه؟ تمام والله. مالك يا عم؟ انا قاعد زعلان كيف حاول ايه؟ بصراحة المحل بتاعي اللي كنت فاتحه مرت عليه أزمة برضه عندي، مش عارف أوقف المحل على حيله تاني. ليه كفل الشر يا اخي؟ وكنت جاي لك استلف منك قرشين. سلف مننا؟ اه والله كان على عيني يا اخي، بس ظروف مسودة معايا. طب انا يا حاج باكر مش عارضك الفلوس اللي كنت ليك عندي انت. مش القصد، ما أنا جاي استلف منك قرشين زي ما وقفت جنبك وسلفت. اقف جاري لحد ما أوقف المحل على حيله. بصراحة يا حاج باكر ايه؟ انا ظروفي مش حلوه دلوقتي، مش هقدر اساعدك. طب بص عليا هنا، أنا لما أكلمك هنا ما تبصش وتوديش وشك الناحية التاني. بس أنا لما كنت في ظروف أحسن من كده ساعدتك ووقفت جارك، وأنا عارف إنك دلوقتي تقدر تساعدني. مش قصدي يا حاج باكري، بس كل واحد عنده ظروف ومسؤول عن نفسه، ما تزعلش مني. أنا مش زعلان على الفلوس، أنا زعلان إن أنا كنت فاكرك صاحبي بجد. هنا تشغيل الدماغ، استلف وما تسلفش، اقضي مصالحك والباقي يولع وغرف جار. يا عم فلوسي يعني اهم حاجه نقضي مصالحنا. ها سالم يا ابني، ايه اخبار المحلات؟ الحمد لله يا ابويا، من ساعة الأزمة اللي كنا فيها وربنا فرجنا وفتحنا محل واتنين. الحمد لله، ربنا ما يوجعنا في زنقه تاني ولا في ضيقه تاني يا إن ابني. شاء الله يا ابويا. ربنا ما يزنق حد ولا يوجع حد في ضيقه. إن شاء الله يا ابويا. حاج باكر هناك اهو. حاج باكر الدنيا اتعدلت معاه وفتح محلات وبقى راجل صاحب شركات ودكاكين دلوقتي. لما اشوفه كان يسلفني قرشين، بس انا مش غلط اللي عملته معاه، يعني مش عيب ولا حاجه. انا فقدت مصالحي وهو يتصرف عنه. واحد خايف ليه كده لما قدم رجلي وارجع رجلي ليه. لما اشوف ربنا يسترها ما يربطنيش بحجر ولا حاجه. السلام عليكم حاج باكر. اهلا وسهلا. اخبارك يا حاج باكر؟ الحمد لله. ازاي الحال؟ ازاي الحال يا سيد؟ انا بصراحه حاج باكر متاسف للي حصل مني، وانا بجد مزنوق دلوقتي ومحتاجك تقف معايا في زنقتي دي. بص يا حاج منعم، الصاحب الحقيقي اللي يظهر معاك وقت الشده، مش يظهر معاك وقت المصلحه. وانت من النوع اللي هو في المصلحه معاك وفي الشده روح وانا هستناك. اروح فين؟ روح في اي حته. ليك يا حاج باكر؟ روح يا راجلين. انت ب 1000 جنيه بس يا راجل روح. صحاب مصالح.